حرب الرمال، الجرح الذي امتد لأجيال. بدأت بالتنصل والغدر، حيث تنصل بن بلة لكل التفاهمات التي وقعت مع الحكومة المغربية بشأن ترسيم الحدود قبل الاستقلال. انتهت حرب الرمال بالعبارة الشهيرة لابن بلة: حقرونا إخواني حقرونا، مخاطبا جموعا من الشعب الجزائري. العبارة التي نسفت كل الأطروحات الجزائرية لتاريخ نصر وهمي يحفظ ما تبقى من ماء الوجه الذي لطخه المرحوم الحسن الثاني وهو يحل ضيفا على القاهرة، معانقا الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر أثناء استقبال هذا الأخير له بالمطار، مخبرا إياه بأنه اصطحب معه هدية ثمينة من الرباط. فإذا كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر كانت فضيحته بجلاجل وهو يشاهد أسرى مصريين من الطيارين الذين أرسلهم لمساندة الجزائر فقط لأنه لا يحب الأنظمة الملكية ينزلون من طائرة الملك، وهو الذي كان فاقدا الأمل في بقائهم أحياء. فإن الشعبين المغربي والجزائري فقد أبنائهم في هذا الصراع الدموي الذي أصر على بقائه الجناح العسكري للمقاومة الجزائرية التي استولت على حكم الجزائر، حيث سقط من الجانب الجزائري أكثر من 830 جنديا، ومن الجانب المغربي أكثر من 200 جندي، قبل أن تفضح عملية تبادل الأسرى عددهم أثناء التسليم، حيث سلم 57 أسيرا مغربيا مقابل 379 أسيرا جزائريا في أبريل من سنة 1964. فإذا كانت منظمة الوحدة الإفريقية الوليدة قد تبنت مبدأ ترسيخ الحدود المنبثقة عن الاستعمار بدعم غير مشروط من القوى الاستعمارية، وهذا الطرح الذي استند إليه حكام الجزائر للإبقاء حتى الآن على الأراضي المغربية المتنازع عنها والتي اقتطعتها فرنسا من المغرب أثناء الاستعمار، فإن الأحداث الدامية والدرامية ستتواصل على الحدود بين البلدين لتعرف فصولا أخرى، خصوصا بعد تصفية جناح المقاومة السياسي بالجزائر وسيطرة الجناح العسكري على دوالب الحكم، قبل أن تبلغ ذروتها بعد انقلاب بومدين على رفيق الدرب سنة 1965. بومدين الذي سيرسخ عقيدة العداء إلى المملكة المغربية نتيجة مرارة حرب الرمال التي كان فيها وزيرا للدفاع، حيث غير نهجه اتجاه المملكة المغربية متخليا عن المناوشة العسكرية ومتبنيا طرح العداء والتربص السياسي ومساندة كل من يعادي المملكة المغربية، حتى وإن عبر بومدين مرارا عن عدم طمعه في الحدود المغربية خصوصا الصحراء، بعد أن كبح جماحه قادة مجلس المقاومة آنذاك عن عدم جاهزية الجيش الجزائري للحرب، خصوصا قضية الإمدادات، لتنسب له العبارة الشهيرة: ما عنديش رجال، في أحد اجتماعاته. إلا أن المسيرة الخضراء التي أعلن عنها الحسن الثاني على غفلة من الجميع ستسقط كل الأوراق وتدخل لاعبين جدد رقعة الصراع، بل ووصل به الأمر حد محاولة اغتيال الملك الحسن الثاني بمساعدة من فنزويلا والتي باءت بالفشل. تفاصيل أخرى من الحكاية انتظرونا في الحلقات القادمة.